السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكون الاحوال ديالكم كامله مزيانه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه بغيت نقول لكم كنعتذر منكم بزاف، كنعتذر منكم كاملين على هاد الغيبه اللي طولت وما بقيتش حطيت فيديوهات في القناه. صراحه كانوا عندي واحد الظروف اللي ما خلاونيش انني نكمل في اليوتيوب، ولكن الحمد لله من اليوم ان شاء الله غادي نرجعوا الفيديوهات والقوانين واي حاجه كتتعلق باخبار ايطاليا، واكيد غادي تكون الافاده للجميع ان شاء الله. فبالنسبه للتاريخ ديال هذا الفيديو ديال شهر 11 نهار 9 ديال 2022 غادي نشوفوا جميع المواضيع ديال هذا الفيديو باختصار. الحاجه الاولى والاساسيه والمهمه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو وكيف ما كنت شاركتها معكم قبل، اللي هي الضمانده او المساعده اللي غادي تعطيكم الدوله بالنسبه ل 150 اورو. هاد 150 اورو ممكن يستافد منها اي واحد خدام حاليا، يعني تكون خدام مع شركه عندك كونطرا غير ديال شهر ديال شهرين، يعني في هاد الشهر هادي خاصك ضروري تكون خدام في شهر 11 باش ممكن تستافد من هاد الضمانده. فبالنسبه لهاد الضمانده كيف ما شاركتها معكم قبل ان شاء الله غادي تدخل في شهر 12. ولكن الحاجه المهمه اللي بغيت نقول لكم اليوم ان بعض الشركات بداو كيصيفطوا الموديلو اللي غادي نشاركو معكم في القناه، وغادي نشارك معكم حتى بالنسبه للشروط للاستفاده. يعني ماشي كلشي غادي يستافد، ماشي اي واحد خدام غادي يستافد. غادي نقول لكم شحال بالضبط طالبين في البوستا باغا باش ممكن تستافدوا، حتى بالنسبه للناس اللي كانوا استافدوا من 200 اورو. غادي نشارك معكم كل التفاصيل في هذا الفيديو. حاجه اخرى غادي نهضروا على لاسينيو اونيكو اللي هو شيك ديال الاطفال. فبالنسبه للشيك ديال الاطفال بزاف ديال الاخوان والاخوات كيتسائلوا امتى غادي يدخلوا لنا الفلوس ديال شهر 11. غادي نشارك معكم الانبس رسميا اللي كتنزل امتى غادي يدخل لكم الفلوس ديال شهر 11. الحاجه المهمه غادي نهضروا على الكارطه اكويستي امتى غادي يعمروها هذا الشهر. والحاجه الاكيده اللي غادي نهضروا عليها اليوم كنتمنى من الاخوان والاخوات اللي كيسكنوا في المنطقه ديال ماركي يطمنون عليهم، حيت اليوم كان واحد الزلزال اللي ضرب واحد القوه اللي كبيره بزاف. كنتمناو السلامه للجميع. اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معنا غادي نهضروا على المساعده ديال 150 اورو اللي من البارح بعض الشركات بداو كيصيفطوا الموديلو بالنسبه للناس اللي خدامين عندهم، او لا الا كنتي خدام مع اجنسيه يعني هي اللي كتكلف وكتصيفط لك الموديلو. كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الايميل اللي وصل لواحد الاخت وشاركته معنا. اول حاجه كيف ما عارفين هذه المساعده غادي تكون فيها 150 اورو. فبالنسبه للشروط اللي حاطين، فبالنسبه للخلصه ديال شهر 11 يعني البوستا باغا ديال شهر 11 ما خاصهاش تكون فايته 1538 اورو. يعني الا كنتي عارف انك غادي تخلص في شهر 11 اكثر من 1538 اورو فما غاديش تستافد من 150 اورو نهائيا. الحاجه الثانيه ما يكونش عندك تقاعد، يعني ما تكونش كتستافد من التقاعد. زائد الحاجه الثالثه واللي كياكدوا عليها انك ما تكونش كتستافد من ريديتو دي تشيتادينانسا او لا شي حد معاك في العائله يعني في الدار، يعني داخل معاك في الكود، يعني في الريزيدنسا ما يكونش كيستافد من ريديتو دي تشيتادينانسا. يعني الا كان كيستافد من داخل ديال المواطنه ما عندكش الحق انك تدفع هاد الدوماندا. حاجه اخرى اللي حاطين فبالنسبه لهاد الشركه هذه كيف ما كاتبين بان هاد 150 اورو غادي تدخلك نهار 15 في شهر 12، حيت هاد الشركه كيخلصوا الناس نهار 15. يعني الا كنتي كتخلص حتى انت نهار 15 فان شاء الله غادي تدخلك في شهر 12. يعني هاد 150 اورو ما غاديش تدخل دابا ولكن غادي تدخل نهار 15 في شهر 12. يعني حتى شهر 12 عاد ممكن تستافدوا من هاد 150 اورو، يعني غتدخلكم مع الخلصه ديال شهر 12 ان شاء الله. فبالنسبه للموديلو كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الموديلو اللي صيفطاتو هاد الشركه. يعني كل شركه وكتصيفط الموديلو، يعني غير كتكتب السميه ديالك، كتاكد بانك ما كتستافدش من العائله، يعني من العائله ديالك ما كيستافدوش من داخل ديال المواطنه، لان البوستا باغا ديالك ما غاديش تكون فايته ديك العدد اللي حاطين. يعني غير الشروط كتسيني عليهم وكتكتب السميه ديالك الكنيه ديالك وكتصيفطها للشركه. يعني بالنسبه للاخوان والاخوات اللي فيهم هاد الشروط ومازال الشركه ما صيفطتش ليهم او لا كاينين مع اجنسيه ممكن تواصلوا معهم وهضروا معهم في هذه القضيه. حاجه اخرى مهمه فبالنسبه للاخوات والاخوان اللي غادي يتسائلوا واش تكون عندي غير كونطرا ديال شهر واش غير ديال شهرين، الحاجه اللي كياكدوا عليها انك تكون خدام في شهر 11. يعني هاد شهر 11 تكون خدام فيها، عندك فيها واحد الكونطرا
واخا غير المده ديال شهر انك عندك الحق انك تستافد. اما بالنسبه للناس اللي خدامين ريكولا يعني عندهم كونطرا ديال عام، كاين اللي ديال ديما، كاين اللي هادي، عنده الحق انه يستافد غير البوسطه باكا ديالك ما تكونش فايته 1538 اورو في شهر 11 ان شاء الله. ودابا غادي نجيو نهضروا على شيك ديال الاطفال اللي هو لاسينيو اونيكو. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيتسائلوا على الفلوس ديال شهر 11 امتى غادي تدخل، كيف ما كتشوف معنا الانبس راه كتنزل لكم امتى غادي يدخل لكم الفلوس في شهر 11. كيف ما شاركت معكم هاد الاخت هادي اللي غادي تستافد ان شاء الله نهار 14 في شهر 11 غادي يدخلوها الفلوس نهار 14. عندها 3 ديال الوليدات غادي تستافد 1130 اورو. حاجه اخرى حتى هاد الاخت اللي كتسكن في ساليرنو كيف ما كتشوفوا معنا غادي يدخلوها الفلوس نهار 15 شهر 11 غادي تستافد من 350 اورو بالنسبه للشيك ديال الاطفال اللي هو لاسينيو اونيكو. ودابا غادي نجيو نهضروا على الكارت اكويستي اللي البعض دخلت ليهم عمروا ليهم الكارطه اللي فيها 80 اورو. كيف ما عارفين كتدخل كل شهرين كيف ما كتشوفوا معنا. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي غادي يتسائلوا على الشروط وكيفاش ممكن ندفعوا الكارت اكويستي واش ممكن نستافدوا بالنسبه اللي عندهم وليدات صغار، الا كنتم مهتمين خليوا لي التعليق ديالكم ان شاء الله غدا نشرح لكم كيفاش تستافدوا من الكارت اكويستي ومع شيك ديال الاطفال. يعني الكارت اكويستي ما حيدوهاش بقات مع شيك ديال الاطفال. اما بالنسبه امتى عمروا هاد الكارطه كيف ما كتشوفوا معنا نهار 5 في شهر 11 راه بداو كيعمروها للناس. يعني بالنسبه للناس اللي مازال ما عمروهاش ليهم غير تسناو هاد السيمانه ان شاء الله غادي تعمر لكاع الناس اللي مازال ما دخلتش ليهم. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الزلزال اللي اليوم اللي للاسف اللي وقع في ايطاليا في المنطقه ديال ماركي تقريبا ضرب مع 7 ديال الصباح، يعني 7 ديال الدقائق. وعلى حسب ما قالوا بعض الصحف الرئيسيه الايطاليه منهم الكورييري ديلا سيرا وحتى الصحيفه الرسميه لا ريبوبليكا اللي قالوا بان الدرجه اللي ضرب بها الزلزال يعني قويه بزاف اللي هي 5.7. ولطف الله الحمد لله انه ضرب وسط البحر، يعني يكون ضرب في المناطق يعني من غير البحر كانت غادي تكون كارثه. ولكن الحمد لله لطف الله على حسب ما قالوا الكورييري ديلا سيرا بانه الحمد لله ما كانوش شي اضرار يعني بالنسبه للناس انهم اضطروا، ولكن كانوا بعض البنايات اللي طاحوا، يعني بعض الديور اللي كانت طاحت منهم شي حاجه. كنتمنى من هاد الاخوان والاخوات اللي كيسكنوا في المنطقه ديال ماركي طمنونا عليكم كي دايره الاحوال ديالكم واش الامور كامله مزيانه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما تكون حتى شي حاجه وقعات، والله يلطف بينا يا ربي امين. من هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد شارك معنا في القناه، وكنقول لكم احبكم جميعا في الله. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. مرحبا بجميع التعاليق ديالكم، وما تنساوش تخليونا لايك الفيديو. ولا كنتوا اول مره غتشوفوا معنا هذا الفيديو مرحبا بكم في قناه حسناء ايطاليا. مرحبا بكم كاملين. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه باش توصلوا بكاع جديد اخبار ايطاليا. مع السلامه، تلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد، وكنعتذر مره اخرى على هذه الغيبه.